السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. هذا الفيديو غيكون قصير بزاف، غادي نشوفوا فيه موعد اعلان على لائحه اللاعبين اللي غيستدعيهم والد الركراكي لوديات البرازيل والبيرو. كذلك غادي نشوفوا تعليق او تصريح مدافع منتخب اسبانيا لابورتا على المباراه اللي جمعات المنتخب الاسباني والمنتخب المغربي في كاس العالم. ندخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده، والبدايه غادي تكون مع المنتخب المغربي، واللي من المتوقع ان الناخب الوطني وليد الركراكي غادي يعلن على قائمه 26 لاعب اللي غادي تخوض معسكرا تدريبيا استعدادا لمواجهه البرازيل والبيرو نهار 16 مارس. وبطبيعه الحال كيف العاده كتكون لائحه اوليه واللي كتضم 35 لاعب، في الاخير كتقلص وكتولي 26. ومن وجهه النظر ديالي انا من المتوقع ان اللائحه ديال 26 لاعب، يعني اللائحه النهائيه، غادي يكون فيها 75% من اللاعبين اللي شاركوا في المونديال، وغيكونوا تغييرات اللاعبين في جوج ديال المراكز، الدفاع والهجوم. طبيعه الحال غادي نرجعوا في فيديو جديد وغادي نقول لكم اللاعبين اللي شاركوا في المونديال وما غتمش المناداه عليهم لهذا التربص الاعدادي، وكذلك غادي نقولوا لكم اللاعبين اللي ما شاركوش في المونديال ولكن من المتوقع انهم تم المناداه عليهم لهذا التربص الاعدادي. ندوزوا للتصريح المدافع الاسباني ايميريك لابورتا، واللي هضر فيه على المواجهه اللي كانت بين المنتخب الاسباني والمنتخب المغربي، وقال: لقد انتهت المباراه بالتعادل وخسرنا بركلات الترجيح في اخر المطاف. اذا شاهدت المقابلة فإننا نستحق ب10 أو 100 مرة تحقيق التأهل إلى الدور الموالي. جاوبوا، أنا ما خلى لي ما نقول. تصريح اللي مضحك بين قوسين، حنا فشلناهم تكتيكيا وبدنيا ومازال كيهضر.